رجعت من الشغل متأخر، قلت اعمل اكلة بقى كده ايه شرحة وبسيطة، مش هتاخد معانا وقت كتير. جبت شوية بطاطس وانا جاية وبتنجان، قلت اعمل الاكلة الجميلة دي. ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغل. هنقطع البتنجان بتاعنا بالطول كده عشان الحركة دي ما تخليش البتنجان يبقى ايه زيت كتير. بعد ما نقطعه هنقسمه، بعد كده هنحطه في طبق ونرشه بالملح ونسيبه شويه. بعد ما خليناه شويه في الملح ونزل الميه بتاعته شطفناه وبنقليه بقى. جبنا ايه الصينيه بتاعتنا عليها ورق الكراسه بقى اللي موجود، ملقناش مناديل. بقينا نطلع عليها البتنجان والبطاطس، غسلناها وسلقناها وقشرناها، وعملنا دقه البتنجان الخطيره السحريه بتاعتي. انا بحب اعمل كميه واسيبها في التلاجة، مفيش اسرع من الاكله دي، والاكله دي بسيطه وجميله وبتشبع وبتاكل. ما شاء الله اللهم بارك. خلينا بقى البتنجان بتاعنا، بعد كده عصرنا عليه حته الليمونه الجميله دي. جبنا بقى البطاطس قطعناها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعمل بقى ايه شويه بطاطس بالدقه وشويه نقليهم. جبنا بصلايه وسط قطعناها ونزلنا بمعلقتين زيت في الصينيه بتاعتنا وقلبنا البطاطس. اول ما البصلايه دبلت نزلنا بمعلقه من دقه البتنجان الخطيره بتاعتنا، ونزلنا بمعلقتين من معجون الطماطم، قلبناهم كويس. وهننزل بقى بالبطاطس اللي قطعناها وكنا سلقينها، هنقلبهم كويس بالدقه الخطيره بتاعتنا ديت. كده خلصت معانا. هنقلي بقى هنا ايه البطاطس. بصوا اكله جميله جدا. بعد ما خلصنا البطاطس وقليناها بالشكل ده كده، هنرشها شويه دقه وقطعنا شرايح من الطماطم. وده الغدا بتاعنا بعد ما اتاخرنا بقى ايه ما رجعنا من الشغل. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا